وعلشان نفهم أكتر الفرق ما بين القضاء والقانون، تخيل نفسك في مباراة كرة قدم. القانون هنا في الحالة دي هي قواعد اللعبة، زي مثلا القاعدة اللي بتقول إن ما ينفعش لأي لاعب إنه يمسك الكورة بإيده أثناء اللعب، ولو الكورة خرجت من الملعب بتبقى رمية جانبية، ولو حصل إن أي حد ارتكب خطأ في منطقة الجزاء بتبقى ركلة جزاء. القواعد هنا هو القانون اللي بيحدد إزاي هنلعب وإيه المسموح وإيه الممنوع. أما القضاء في المثال ده يعتبر الحكم في المباراة. الحكم هو الشخص اللي بيطبق قواعد اللعب على أرض الملعب، يعني لو أي لاعب لمس الكورة بإيده، الحكم هنا بيقرر لو ده خطأ فبيدي ركلة حرة للفريق التاني، ولو حصل مخالفة الحكم بيطبق القانون وبياخد القرار المناسب، سواء بقى بيديله كارت أصفر أو كارت أحمر. الفرق في المثال إن القانون هو قواعد اللعب اللي بيجب على الجميع اتباعها، أما القضاء هو الحكم اللي بيراقب تنفيذ القواعد دي ويتأكد إنها اتطبقت بشكل صحيح وعادل خلال المباراة. ومن هنا نقدر نعرف القانون بإنه مجموعة من القواعد اللي بتحكم المجتمع، القواعد اللي بتقول لنا إيه المسموح وإيه الممنوع، وبتحدد الحقوق والواجبات لكل واحد فينا، زي مثلا قوانين المرور اللي بتحدد السرعة المسموحة، أو قوانين العمل اللي بتحدد حقوق العمال. أما القضاء فهو الجهة أو النظام اللي بيتأكد من تطبيق القوانين دي بشكل صحيح وعادل. يعني لو حد خالف القانون أو حصلت مشكلة، في الحالة دي بنلجأ للقضاء علشان يحكم لنا بالعدل ويحل المشكلة، زي المحكمة اللي بنروحها لما يكون عندنا قضية.